تحلف يمين بالله ان الراجل ده ما خدش مني فلوس، بس انه يحلف واخد بالك واحنا موجود بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الراجل ده ما خدش مني اي حاجه ولا ما ادتوش اي حاجه، واحنا والصلح لوجه الله الكريم. فيقولون نحن أهل الفضل. ما كان فضلكم؟ كنا إذا أسيء إلينا عفونا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. يكفي أهل العفو أنه ينادى عليهم يوم القيامة بأهل الفضل. يعني هذا الصلح هو حلقة من حلقات عديدة شاهدناها في قنا. مصالحات تبدأ دائما مع تفجر قضايا الثأر، ويؤسفني القول إنه الصعيد وصم بالثأر. لا أعرف له أسباب حقيقية، لأنه الأزمات والمشاكل بتحصل بين كل الناس، ولكن هنا يأخذ الثأر أبعادا كبيرة وعديدة تؤلم الناس وتسبب في مشاكل وأزمات تتداعى رويدا حتى تصبح المناطق والقرى لا تطاق نتيجة هذا الثأر ونتيجة الخوف والذعر الذي يسببه هذا الثأر. فاعلم أن الرجولة في مركز تشيل، وإذا تحدثت عن القيم والأصالة فاعلم أن القيم والأصالة في أهلنا في كل أنحاء هذا الصعيد، هذا الصعيد الذي يمتلك دوما قيم التسامح والسلام. حسناتك تظل حيا ما تموت إلى أن تلقى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الصلح. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر من كل سوء. اللهم من أراد مصر سوءا فدع تدبيره في تدبيره، اللهم اجعل تدبيره في تدبيره.